والله العظيم اقسم بالله دي احلى تشيز كيك انا دقتها في حياتي حرفيا. ايه ده جدا ايه ده جدا يا ايه ده؟ فعلا من فرط اللذة مش قادرة اتكلم. شفتوا لما تاكلوا حاجه انتوا عمركم ما دقتوا حاجه زيها قبل كده؟ هي دي طعمها جامد وشكلها جامد، والله العظيم سهله جدا اي حد هيقدر يعملها. بجد ده تحفة. في موسم الخوخ تعالوا مع بعض نعمل احلى تشيز كيك. كل قطمة منها مليانة خوخ. دي مش تشيز كيك، دي تورته تشيز كيك. تورتة ولا مش تورتة؟ صدقوني لو ما عملتوهاش فايتكم كتير. يلا نوريكم الطريقه. السلام عليكم حبايبنا في الله. ناس كتير بتسألنا مين بيعلم مين الطبخ. رأيكم كده أمي هيبقى مين اللي بيعلم؟ لا وعلى فكرة هو بيتعلم حاجات برضو وبيقول لي عليها، يعني بنعلم بعض. الكبة اللزوزة وأي نوع بسكوت سادة أنتوا بتحبوه، إحنا بنحب فينجرز. احنا استخدمنا 10 من الصغير، معانا نص كوباية زبدة سايحة، معلقتين مية وما تزودوش عن معلقتين عشان ما يبقاش عجينة. ده بيعمل ايه؟ بيخلي فيه رطوبة لما يدخل الفرن ما يتحرقش. بسم الله ندي ضرب مبرح. في الكبة دايما نضربه ضرب متقطع عشان تحافظوا عليها وفي نفس الوقت عشان تدوا ضرب اقوى. معانا صينية مقاس 30 غلفناها كويس بورق زبدة. نبدأ ناخد بقى البسكوت اللي احنا فرمناه. طبعا كمية البسكوت دي يعني ايه، خدوها بحرية، عاوزين تقللوا عاوزين تزودوا براحتكم. بس هي لما بتبقى يعني طبق باينة كده برضو بتبقى حلوة. طبعا لازم تضغطوا عليها جدا عشان تتمسك كلها مع بعضها. سوينا طبقة البسكوت 100 الشكل التحفة ده. هننزل بعلبة زبادي كبيرة اللي هي حوالي تقريبا 200 جرام. مش هنبهدل الاطباق كتير. في علبة الزبادي نكسر 3 بيضات نتأكد بس ان البيض سليم، وما تقلقوش البيض مش هيخليها زفرة خالص عشان ناس كتير سألت السؤال ده قبل كده. بالعكس بيخليها ماسكة وتحفة وطعمه مش بيبان نهائي. هو عامة اللبن كتير منه بيضيع الزفر. هننزل ب3 معالق لبن بودر، ولو ما فيش بودر حطوا نص كوبايه لبن طبيعي. حبيبتنا اللي الناس اللي متابعانا عارفين ان احنا بنعمل لها اعلانات ببلاش من كتر ما هي جامده. علبه جبنه رودس طبيعي اللي هي طبيعي 250 طبيعي مش نبات، عشان كله بيقعد يقول لنا يا جماعه نباتي الدهن مضره. والله العظيم طبيعي، والله اديله بالعلبه كامله يعني ان شاء الله ما حد حاول. الصراحه الجبنه رودس دي عظيمه، عامله زي القشطه بجد والله العظيم ما شاء الله تحفه. بتخلي كل حاجه طعمها جامد بجد. حط معلقة كبيرة دقيق، نص كوبايه ميه، ودي ما تنزلوش بيها لو حطيتوا لبن سايل. احنا عشان حطينا لبن بودر، وحوالي كوبايه الا ربع سكر او كوبايه يعني حسب ما بتحبوا السكر قد ايه حط. سر بقى الخلطة. كيلو خوخ هنستخدم حوالي نص كيلو او اقل. يعني ناخد الخوخ نفتحه 2 كده، نشيل البذره ونرميه. استخدموا اللي هتضربوه ده يبقى نوع يبقى ايه يعني طري سنه، نقوه طري سنه. احنا ما دقناهاش بس هي عظمه. ونبدا بسم الله بسم الله كده خفقه. بصوا ضربه مبرحه. انا متفائل باذن الله عظمه. كملوا للاخر. هنصبها بقى في الصينيه. بسم الله. يا سلام اوعى يا نهار ابيض. يعني دي لو ما وصلتش 2 مليون فيو هنتخانق معاكم حته خناقه. هندخلها فرن ساخن مسبقا على الرف الوسط على درجه حراره 180. هي بس مجرد انها تجمد هنخرجها. يلا بينا بسرعه. طلعناها من الفرن وبقت بالشكل ده. هندخلها التلاجة حوالي 2 أو 3 لحد ما تتماسك. عقبال بقى ما تتماسك هنجهز بقى التزيين بتاعها، الجرناج بتاعها. هناخد بقيه الخوخ بتاعنا بتاعه كده، نطلع البذره كده ونبدا نقطعه رفيع جدا جدا جدا. لو عندكم سكينه مشرشره زي دي فهي احسن من السكينه العاديه. احنا عاوزين نقطع الخوخ شرايح رفيعه جدا. طلعناها بقى من الصينيه في طبق. هنبدا فقره التزيين. يلا مثلث. يلا ندوق. بسم الله. دي احلى حاجه انا دوقتها في حياتي فعلا من فرط اللذة مش قادرة اتكلم. بجد والله العظيم اقسم بالله دي احلى تشيز كيك انا دوقتها في حياتي حرفيا. ايه ده جداً ايه ده جداً يا ايه ده؟ ميكس جميل جدا جدا، بس احنا ما سيبناهاش تجمد شويه ثلاجه فهي لسه سايله يعني برضو يا ماما احنا مش مهم تصوير، لا مهم عشان إيه؟ الشكل برضو. لو هاخد الطعم ده مش عاوز شكل خالص. والله العظيم خطيره تحفه انا فعلا مش قادره اقول فيها ايه من حلاوتها. بجد غريبه قوي. مليانه نكهات، طعمها جميل، طعم الخوخ جميل جدا جدا جدا. يعني مش عايزه اقول لكم هو جميل قد ايه. شفتوا لما تاكلوا حاجه انتوا عمركم ما دقتوا حاجه زيها قبل كده؟ هي دي طعمها جامد وشكلها جامد، والله العظيم سهله جدا اي حد هيقدر يعملها. بجد ده تحفه. غطت على اي حاجه اكلناها قبل كده واي حاجه عملناها قبل كده. لازم تعملوها ولازم تجربوها قبل ما الخوخ يخلص عشان هو برضو في اواخره. لا ولو خلص اعملوها بكمبوت خوخ هتطلع نفس الطعم، بس لازم تعملوها. يعني ما حدش يقول مش هعملها. لا لازم هتدوقوا نكهات تحفه. احنا اول مره ننبهر بجد بحاجه يعني. لا هي بأفورة. انا بقول لك انا فعلا يعني انا مش عارفه اديها حقها او اقول هي حلوه قد ايه. بجد والله العظيم فايته كتير اللي مش هيجربها، وسهله جدا يعني مفيش حد هيعاني ان هو يعملها في مطبخ. مش صعبه خالص بجد. انا اول مره احس ان انا مش قادر اوصف، يعني مش بكبر فيها بس انا مش قادر اوصف. لازم تجربوها. لو ما عملتوهاش انتوا الخسرانين، وهتعجبكم جدا جدا جدا، وهتعجب الاطفال جدا، وهتعجب الضيوف جدا. ويا ريت لو عجبتكم بجد صباعكم ما يتشالش من على الشيك.
يا ريت يا جماعه احنا الايام دي مش بننزل كتير، والريتش عندنا واقع ضايع. خالص. ولما حد يسالكم عملتوها ازاي قولوا لهم عرفناها من عند بيريومو. ودمتم سالمين. والى اللقاء.